صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. وعذرا عن التقصير، طبعا عارفين اللي حصل من الفيلم المسيء اللي الكل عمال يهيج عليه، وان حصل ردود فعل عنيفه جدا عند السفاره وفي ليبيا وفي اليمن، ولسه يعني هيشوفوا حاجات كتير. انا بس عايز هنا مقارنه بسيطه، يعني لا يسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل من هؤلاء السفهاء، فده امر يعني معروف. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ممكن يسب ربنا سبحانه وتعالى، فما تسبش اللي هو بيعبده وان كان لا شيء، عشان هو ما يقومش بقى من غير علم كده وسابب في الذات الالهيه. فلن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر، ولن يضرنا كمسلمين هذا الامر كعقيده. ولكن كمسلمين بقى كموقف مسلمين، احنا دايما بنقول ان الدوله بتاعتنا للاسف عندها الشعب والسلطه فيها حاجه نقول عليها سكيزوفرينيا او شيزوفرينيا او انفصام في الشخصيه. دايما نلاقي ان المصريين اللي بيحكموا بيبقوا في وضع مختلف عن المصريين الشعب. طول ما انا في الشعب بتلاقي لي رد فعل قوي وعنيف ومظبوط وحماسي، ولما اجي بقى نفس المصريين دول لما بيتحطوا في السلطه بتيجي تبص تلاقي الموقف اختلف خالص. السكيزوفرينيا دي احنا عايزين نتخلص منها، عايزين اللي طلع من الحكم من هذا الشعب يبقى موالي لهذا الشعب، ونفسيته منطبقه مع ما ينطبق مع هذا الشعب، ومزاجه ماشي مع مزاج ما هذا الشعب، يعني هو منه، فهو مش طالع من عندنا من غصب عننا وجه وفرض، لا طالع بانتخابات، يبقى اذا هو يمثل الغبيه العظمى. انا عايز اشوف بس رد فعل السلطه. وانا قلت يعني رئيس مرسي يعني راجل يعني نحسبه متدينا ونحسبه عند الله سبحانه وتعالى من الصالحين وملتزم، فبالتالي هيكون رد فعله متناسب مع رد فعل الاخوان اللي كان في 2005 لما الدنمارك ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، عملت كاريكاتير مسيء له، مش فيلم يعني اخف من اللي موجود حاليا. اللي حصل ايه؟ ان هم عملوا يعني ثوره عنيفه جدا وصاروا ثوره عنيفه، وطبعا كان في اكشن عنيف، وقالوا ان احنا لا السفير الدنماركي ده يطرد، في مقاطعه تامه، لازم يبقى في موقف رسمي وموقف عنيف وموقف شديد، وتبنوا هذه وجهه النظر، ودي كانت وجهه نظر ممثله كل الاطياف الدينيه للناس الملتزمين، وده شيء طبيعي. طب انتوا حاليا الحكومه تنسب للاخوان، وزي ما قلنا هو رئيس من الاخوان، يبقى اذا انا متوقع رد الفعل ده يكون رسمي. فانا الشعب قام، المظاهرات قامت، لا الضرب المتظاهرين حوالين السفاره ماشي، يعني ده موقف عشان العهود مع المواثيق والسفاره وما الى ذلك، ولكن انا عايز اشوف الرئيس مرسي رد الفعل الرسمي للحكومه المصريه عملت ايه. كلم السفاره قال لها شوفي المسائل القانونيه اللي ممكن تحصل عشان نحل هذا الموضوع. هو مش كل واحد كان بيعمل الحسبه، واللي كان عامل نوال سعداوي لما عملت مشكله طلع عليها رفع عليها قضيه وقضيه حسبه، وبيحاولوا يلغوها دلوقتي عشان عايز يقول حاجه زي ما هو عايز. طب ما هو ده اللي بيعمله الرئيس مرسي، كل ما في الامر كلم السفاره عشان يشوف الطرق القانونيه اللي ممكن ترد بيها بالطريقه القانونيه. طب ما هو عندك انت مقاطعه، وعندك طرد سفير، وعندك اعلان حرب، عندك ما يعني حاجات كتير قوي ممكن تعملها، عندك تجيش للمؤتمر الاسلامي، عندك انك تجتمع المؤتمر الاسلامي وتشوف الموقف ده. لكن انا فوجئت ان الرئيس مرسي اللي بيصلي الفجر وراجل ملتزم نازل بروكسل وبيقابل هؤلاء الاوروبيين عادي جدا، وطبعا بابتسامه شديده والموقف عادي، وهو المشكله كلها في امريكا. طب ما هو الدنمارك دي ما هو من الاتحاد الاوروبي اللي حضرتك رايح تشوفه. فانا عايز اعرف متى تنتهي يعني هذه السكيزوفرينيا، متى ينتهي الفصام ده، الانفصام في الشخصيه، ويبقى الشعب والموقف الرسمي واحد. يعني ده احنا قلنا بقى الاخوان هيطبقوا الدنيا، هنشوف بقى رد الفعل اللي احنا كنا بنقوله وكانوا بينادوا بيه، فوجئنا برد فعل ني للاسف ومائع، ولا يتناسب مع الموقف الشعبي الديني اللي موجود في الساحه. ربنا يهدي.